مرحبا، كل ست بيت بتطبخ المقلوبة بطريقتها، فأنا حبيت فرجيكم طريقتي. قطعت الباذنجان بسمك سنتي وقليته لحتى يصير لونه هيك أشقر غامق. وبعدين بجيب بصلتين كتير كبار وبقطعها جوانح، بحاول افصلهم عن بعض وبملحهم وبحطهم بالطنجرة. هاي أول طبقة. تاني طبقة هي البندورة، قطعتها ما بدي إياها ولا سميكة ولا رفيعة، هيك نص نص، وكمان بصفهم بالطنجرة. واخر شي رح احط هون الباذنجان، ححطهم هيك بطريقه ارفعهم شوي مشان يطلعوا حلوين لما اقلب الطنجره. كمان بملح الباذنجان. وبالنسبه للحمه انا استخدمت لحمه مفرومه، حطيت بالمقلايه شويه زيت وقليت اللحمه. فيك تستخدمي لحمه مسلوقه شقف. وبعدين حطيت الملح والفلفل على اللحمه وصفيتهم بالطنجره. أما بالنسبة للرز اللي هو آخر شي، حطيته بطاجونة ونقعته وغسلته وصفيته وحطيت له الزيت. وبعدين جبت وحدة ماجي خضار ووحدة ماجي دجاج، وحطيت عليهم مي مغلية منشان يدوبوا، ونزلتهم للميات على هدول الرزات وحركتهم لحد ما الرز ياخد طعمة كتير منيحة منهم ويتقلبوا منيح. وبعدين طلعتهم بمعلقة هيك مفتوحة شوي منشان ننزل المي، ما بدي الطنجرة تتلخبط بقى وكل شي يفوت مع بعضه. صفيت الرزات وحطيتهم، وبعدين بقى نزلت المي شوي شوي وغطيت الطنجرة كمان. وبس هيك، شايفين شو سهلة؟ بتمنى انكم تجربوها وتقولي لي شو رأيكم بالكومنتات. وصحة وألف هنا، باي باي.